السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم حبايبي واخواتي. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. ان شاء الله بقى النهاردة معانا أكلة حلوة كده ولذيذة. نبدأ بقى بالقطايف اللي انتم شايفينها في الأول دي، القطايف العصافير دي الجميلة. انا هنا بقى هعمل معاكم مكرونة بشاميل، وهعمل هعمل اللهم صل على النبي، هعمل فراخ في الفرن، وهعمل سمبوسة، وهعمل سبرينج رول، وهعمل ايه تاني، وهسلق لحمة عادية طبعا. والمكرونة البشاميل اللي انا عملتها معاكم قبل كده. والحسن حظي السيء حظني والحزن مش عارفة انا اتلخبطت قوي كده ليه. والسوء ظني مش عارفة بفهموها زي ما تفهموها، مش مشكلة. المهم يعني ان المكرونة البشاميل ما صورتش. يعني انا وصلت لحد تعصيقة اللحمة، وانا كنت مفكره ان انا بصور. انا التليفون ده لازم اغيره فورا. وايه، ما كنتش بصور. طلع ان انا ما كنتش بصور خالص خالص خالص. انا كنت ودوست على توقيف، وقفت يعني الفيديو، وما رجعتش بقى شغلته تاني يعني. المهم هنا انا كنت عملت معاكم المكرونه البشاميل قبل كده. وهنا كنت دي ميه السلق بتاعه المكرونه، وهنا كانت صورت بقى المكرونه بعد ما خلصت قبل ما ادخلها الفرن. هنا بقى ايه هعمل، هعمل بقى ايه هنا معايا يا ربي الفراخ. هنا هعمل في خلطة الفراخ. حطي 3 معالق صلصة او 4 معالق صلصة من الجاهزة، وحطي التوابل بتاعتك، وحطي 5 فصوص توم مهروسين. حطي معلقة دبس رمان، معلقة صويا صوص، معلقة دي صلصة عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة انت حرة، اللي هي الهريسة دي. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، يا دوبك رشة جنزبيل بسيطة كده، معلقة قرفة. يبقى صلصة وتوم باودر وبصل باودر وتوم فريش ومعلقة جنزبيل، نص معلقة جنزبيل، وملح وفلفل اسود، وصويا صوص، ودبس رمان وبتاع ده. اللهم صل على النبي يا رب، انا بنسى قوي ساعه ما اجي اسجل، معرفش ليه. هريسه الشطه، وليمونتين، ومعلقه خل. بس كده. انا هكتب كل ده في صندوق الوصفه عشان ايه يبقى سهل يعني. ومعلقتين زيت، انا حطيت معلقتين زيت كمان. هنا طبعا بقلب كل المكونات مع بعضها. وهنا غسله الفراخ بتاعتي وقسمها نصين من الظهر. هبدأ انزل الخليط ده كله عليها، ودخلي بقى ايه، فتحي ايه من فوق ومن تحت، ودخلي تحت الجلد وكل حاجة كده. دي سريعة جدا، وحتى لو مش متبلة الفراخ من بالليل وكده، دي التتبيلة بتبقى طعمها لذيذ وحلو في ساعتها يعني. مش شيلي هم ان انت تتبلي قبلها وكده، لا. في ساعتها ما بتاخدش اي حاجة، والطعم التحنيطة فيها بيبقى كويس جدا، ما تقلقيش يعني. هنا الفراخ بتاعتي هنا تشويها على ايه رغده. انا هشويها، هجيب الشوايه اللي انا بشوي عليها الفراخ المشويه اللي انا شويت عليها فوق السطح ديت. حطيت ورق الزبده ودهنتها زيت، فرشه زيت كده، ورحت فرده عليها الفراخ بتاعتي. شايفين معايا اهيت. يبقى انا حطيت الشوايه بتاعتي، فتحتها، وحطيت ورقه زبده، دهنتها رشه زيت، ونزلت بالفراخ عليها. ونزلت ببقيه الخلطه بقى، حرام يعني، ما هي كده كده في ورق زبده تحت، فهي محتفظه بيها يعني لحد ما تستوي. هنا بقى قفلي الشبكة حلوة قوي يعني، هاتيها على اخرها كده. بصوا انا عمالة تكة تكة عشان تبقى على اخرها يعني، مفيش ايه منفس كده فيها. وجبت صينية، والخلطة اللي بقت منها حاجة بسيطة كده زودتها مية، ورحت حطها في الصينية بنفس التوابل والنكهة، تاخد نكهة ايه، التوابل يعني. شايفين عملت ايه اهي. ورحت حاطة الشواية عليها، ودخليها الفرن بقى على درجة حرارة 200، 220، 220 بالظبط. هي ساعة وبتطلعيها يعني، هي ساعة وبتطلعيها. سهلة وسريعة، وفي أي عزومة انت هتعمليها هتبقى سهلة بالنسبة لك، وبتتبلي وبتدخلي الفرن يعني. هنا بقى انا هنا كنت سلقت اللحمة طبعا، سلقتها معاكم قبل كده، مش محتاجة حاجة. جبت حلة صغيرة عشان طبعا هعمل ايه، هعمل شربات للعصافير بتاعتي. كنت جايبة كنافة بردك هعملها. بس بقى ايه، جاتنا حلويات من بره وكده، فقلت حرام ان انا اعملها يعني. هو كنت انا بقى عملت القطايف وحمرتها، فقلت كفايه ديت وكده مع الحلويات اللي جايه من بره. حطيت 4 كوبايات سكر على 2.5 كوبايات ميه، معلقه عسل كلوكوز، نص ليمونيه، سبتهم يغلوا على النار، ما قلبتش لحد ما تقل معايا، ورحت قافله. هنا طبعا دخلت على عصير. احنا بنعمل تمر هندي وبنحطه في الفريزر، بنعمل كميه وبنحطها وبنجره كل يوم.
هنا بقى عملت عصير المانجا بسرعه كده، بردك مانجا متفرزه في الفريزر. طلعت الكيس ضربته بالسكر وفضيته طبعا في الدرق بتاعي دوت، ورحت ايه شايلاه بره في التلاجة. قلت اعمل حاجه عشان ايه مفيش حاجه تتكوم عليا، يعني ايه اول باول كده ايه اخلص اللي ورايا يعني. هنا بقى ببص على الشربات بتاعي لقيته حلو كويس، طفيت عليه وركنته على جنب يبرد على ما احمر ايه عصافيري. انا نزلت بقى للراجل الصبحيه بتاع القطايف، قلت له انا عايزه قطايف اللي هي العصافير الصغنططه خالص دي كده. راح عاملها لي وانا واقفه وراح مدهاني. تحفه وخفيفه جدا وبتتعمل بالقشطه كده وبالنوتيلا والحاجات دي. تحطي الواحده على بق في بقك كده تظبطيها، مش اللي تقطمي وترجعي تاني، لا. انتي استهيتي يا راغده في العصافير وسيتي تتبيله الفراخ. هنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل البانيه. انا بعمل البانيه ما بتبلش بميه بصل والكلام ده، انا بحط زبادي على كل نص كيلو فراخ بانيه، بحط كوبايه زبادي، كوبايتين زبادي. على نص كيلو فراخ بانيه بحط كوبايتين زبادي. حطي بهاراتك بقى، حطي ملح، فلفل اسود، شويه شطه، توم باودر، بصل باودر، شويه مستردة، ملح وفلفل اسود وليمونيه. زي ما انتوا شايفين معايا، يبقى انا نص كيلو بانيه بحط عليه كوبايتين زبادي مع ملح فلفل اسود توم باودر بصل باودر. في الاخر بقى بحط إيه يا دوبك شعرة كده بودرة زعفران، هي اللي مديه اللون الاصفر دوت الفظيع ده اللي بيطلع البانيه اصفر وتحفة. جربوها مش هتندموا، عشان البانيه ما يطلعش غامق حطي من بودرة الزعفران دي. هتلاقيها عند العطار، هي بودرة يعني مش اللي هي الزعفران الحقيقية، هي بودرة تقليدي يعني، بس هي مش مضرة، عاملة زي التوابل يعني مفيهاش اي مشكلة. هنا طبعا بقى قلبت كل المكونات بتاعتي ديت كده في البانيه علشان ياخد كله من بعضه. انا هنا ما سبتهوش بالظبط نص ساعة، يعني نص ساعة، وكنت بتبل فيه بالبقسماط يعني. ولا بيض بقى ولا دقيق ولا الكلام ده خالص بقى، ما بعملش الموضوع ده كله. انا سبته بقى نص ساعة دي، قلت اما احمر ايه القطايف. دي القطايف العصافير بوريكم ان انا بمسكها من تحت اهيت، بس كده بضغط ضغطة من تحت انها تتقفل، وفي زيت سخنة على النار. ورحت نازله بيها كلها اول ما الزيت سخن، رحت بادئه احمر فيها كلها. وكل ما تحمري رصه تنزلي عليها بالشربات اللي في البوله عندي دوت اهوت البارد. كل ما احمر رصه انزل في البوله ايه الازاز اللي انتوا شايفينها ديت، ويا دوبك تقلبتين في الشربات، وبعد كده بروح مطلعها على المصفى علشان اي حاجه في الشربات تنزل، عشان ما تبقاش تقيله يعني. شايفين بقى العصافير وهي بتتمرجح في الصينيه؟ شايفين؟ على فكرة والله خفيفة جدا ولذيذة. عارفة القطايف الكبيرة انت بتجيبيها وبتعمليها بنفس الطريقة، بس بتبقى تقيلة كده، واللي هو انت هتاخدي قطمة وترجعي لا تكملي لا ما تكمليش. لا دي انت بتاخدي الواحدة بتزقليها على بقك على طول خلاص كده يعني. عايزة تاخدي تاني تالت رابع، هي بترمي اصلا نص كيلو كان رامي كتير. المكرونة كانت طلعت طبعا من الفرن، بقول لكم طلعت، فدخلت وراها على طول الفراخ يعني، انا كنت راكناها على ما المكرونة تخلص لان الفرن مش كان هياخد الاتنين مع بعض. هنا بقى نزلت بالعصافير بتاعتي كلها حمرتها بسرعة كده. انا اصلا يعني بادئه في الاكل حوالي الساعه 2 وربع كده، بس الحمد لله خلصت يعني كله الحمد لله يعني. هو الواحد بيبقى متسربع شويه، بس اللي هو انت يعني ايه بتستعيذي من الشيطان كده وبتبدأي، واليوم بيبقى فيه بركه والله وبيمشي الحمد لله يعني. هنا بقى طلعت ال انا بسجل لكم دلوقتي اصلا وانا صاحيه الصبحيه، ورايا امتحان وراها امتحان بكره فبقولت هسجل معاكم الفيديو بقى ايه، وهخش انام ان شاء الله عشان هنصحى من الساعه 7 الصبحيه عشان ورانا امتحان. هنا بقى هاجي اتبل. انا رجعت بقى للبانيه، انا سبته بالظبط نص ساعه اللي انا حمرت فيها. رجعت بقى حطيت بقسماط معايا وحطيت عليه فيجيتار، وحطيت نشا. انا البقسماط والفيجيتار جايباه سايب من عند العطار، وحطيت يجي 4 معالق نشا علشان يخلوه ناشف، وحطيت توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود، وحطيت شعرة بودرة زعفران باردة علشان تدي اللون اللي انا عايزاه. كده قلبت كله ببعضه. هنزل بقى بالبانيه اتبله. انا مش حطيته كمان في الفريزر، انا قليته حمرت على طول، ولا قشره فكت ولا قشره ما فكتش، والله العظيم كان كله ماسك في بعضه وكان جميل جدا، وانتوا هتشوفوا معايا يعني. هنا بقى تبلي، بس اهم حاجه حطي نشا،
حطي نشا عشان يمسك معاكي الدقيق والبقسماط. انا هنا مش عامله بيض، انا عامله من التتبيله اللي انتوا شايفينها دي، هي اللي بتمسك في الدقيق والبقسماط. هنا تبلت كميه البانيه بتاعتي كلها وحطيتها في صينيتين. اهم حاجه ما تعجنيش البانيه فوق بعضه وانتي بعد ما تتبلي علشان ما يطروش. يعني خليكي سريعه علشان تقلي على طول، علشان ما يحنش على بعضه كده، يعني ايه، ما يطروش، عشان تقليه ويبقى ماسك بعضه. هنا كنت تبلت الصينيتين خلاص، بقى هروح داخله على النار على الزيت السخن على طول. ابدا احمر على نار عاليه، اما بوطيش النار خالص، اصل بانيه اللحم بتاعه رقيق جدا، فانتي هتوطي ليه؟ مش محتاج سوا بقى اللي هو فيه عظم وفيه دم، لا، انتي على نار عاليه وتنزلي بالفراخ بتاعتك وما تقلبيش. تلاقي الارضيه اتحمرت ونشفت، تروحي قلبه الناحيه التانية على طول كده. ما بقلبش، ما بدنيش اقلب علشان الفراخ ما تتفكش مني وتفرول مني. الاقي الارضيه نشفت اروح قلبه. يعني طبعا حضرت مناديلي وصينيتي عشان اطلع عليها على طول، عشان اي زيوت المناديل تشربها. ما تنسونوش بقى في اللايك وتفعلي لي الجرس. وبحبكم جدا اخواتي وحبايبي، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يخليكم يا رب. هنا بقى كنت تبلت البانيه. انا صوتي هادي لان انا صاحيه بقول لكم بدري، نزلت جبت حاجات وطلعت عملت الاكل ومش عارفه ايه، وروقت الشقه عند ماما وكده، فاللي هو اليوم ارهاق، فبتيجي اخر اليوم بتبقي تعبانه وهتصحي بدري كمان، فاللي هو انتي مش هتاخدي راحتك اصلا في النوم يعني. فاللي هو ايه يعني، بس الحمد لله يعني. هنا بقى كنت حضرت حاجة السمبوسة طبعا. وكنت شايلة حتة شايلة معاكم لحمة مفرومة، بس طبعا ما صورتش. حطيت عليها بردك شوية من الجبن كده، والسبرينج رول هروح جايباه. وحشو حاشية كام واحدة منه كده، هم قالوا لي مش تحشي منه كتير، احنا بنحب السمبوسة اكتر. فانا حشيت كام واحدة بس كده باللحمة المفرومة، والباقي كملته سمبوسة بالجبن. انا طبعا عملت معاكم السمبوسة قبل كده بالجبن يعني. لما اعمل حاجة جديدة هصورها، لكن اي حاجة متعادة لا، مش هصورها. ما انتوا هتستفادوا ايه يعني؟ مش هتستفادوا حاجة. هنا الفراخ بتاعتي انا بقول لكم ما خدتش غير ساعة، مسافة ما حشيت السمبوسة كانت الفراخ طلعت. طبعا ورق الزبدة ماسك او حاجة مش ماسك يعني، هو بيتفك اصلا، مش اللي هو لازق، انت لو حطيه على الشبكة ممكن تلزق، لكن كده احسن. طبعا حاطة بقدونس من تحت عشان يبقى الشكل العام كده شكله حلو. ورحت حاطة على الطبق بتاعتي الفراخ. بس انا كنت بقى طلعت في الاوضه مش في المطبخ، لان المطبخ ما فيهوش مكان، فقلت لا اطلع في الاوضه بقى اغرب براحتي، لان انا كده يعني المطبخ ضيق والدنيا متكربسه حواليا، فلا اطلع، والجو كان حر وصهد وشي كان عمال يطلع نار، فقلت لا اطلع بره ايه تحت المروحه في الطراوه، وعلى الاقل الاكل ايه يبرد شويه، لان كانت الساعه كام؟ كانت الساعه 6 الا تلت وانا بغرف كده. 6 الا تلت، 6 الا ربع، في الحدود دي يعني. شايفين بقى الفراخ وحلاوتها، وكانت المكرونه الحزينه طلعت اللي ما اتصورتش، بس عادي عادي. انا مادام عملتها معاكم قبل كده مش هزعل عادي يعني. وهنا شفتوا البانيه بتاعي كله طالع كله لون واحد، ومفيش طبقة فكة نهائي، كل واحدة طالعة بطبقتها، هي زي ما انتوا شايفينها تحفة. الوصفة دي والطريقة دي جربوها تعجبكم جدا والله، ومش هتتعبكم ولا في قلي ولا في تحمير ولا في اي حاجة. تعالي بقى يا ست رغدة، هتعملي ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى الكريم شانتيه بتاع العصافير بتاعتي. حطيت كوب كريم شانتيه على كوب كبير لبن مثلج، على 3 معالق سكر بودر. وبدأت بقى اضرب بالمضرب لحد ما حسيت ان الكريمة مسكت، نزلت بمعلقتين قشطة، قلبتهم عليها كده مسكت في بعضها. يا دوبك حطيتها في الفريزر ربع ساعة مسكت، عشان لما اجي احطها في القطايب بتاعتي تبقى كويسة مستريحة. هنا مسافة ما حطيت ربع ساعة في الفريزر، كنت جبت النوتيلا بتاعتي بقى، وقلت احشي النوتيلا عقبال ما ايه دي تمسك شوية. بصوا هي اصلا ماسكة في المعلقة ازاي، ما بتنزلش خالص، هي مسكت. هنا جبت بقى النوتيلا دي برطمانات سما، انت اي نوع انت بتحبيها دي. انا بحب دايما اللي هو بتاع بيكر ده، لكن انا ما لقيتهوش النهارده، لقيت الحجم الكبير وانا مش هعمل بيه حاجه، فجبت سما من الصغيره دي. هنا بقى حطيت في الكيس دوت بتاعي، كيس الحلويات،
وبدات احشي بقى ايه القطايف بتاعتي كده. يبقى انا حشيتها نوتيلا وحشيتها القشطه، مش هقول كريم